السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة إن شاء الله. أعلن بلاغ للديوان الملكي يوم الأربعاء الماضي أن الملك محمد السادس أقر رأس السنة الأمازيغية واعتبارها عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وفي هذا السياق أصدر الملك توجيهات إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ إجراءات لازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ووفقا للمصادر ذاتها يأتي هذا القرار الملكي للتجديد والعناية الكريمة التي مفاتئة يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بالتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار تكريس الدستور الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية. ويحتفل الأمازيغ في يوم 12 يناير برأس السنة الأمازيغية لعام 1972 ويطلق عليها بتسمية يناير. ويسبق التقويم الأمازيغي التقويم الميلادي ب950 سنة.